بوابة صحرائنا الشاسعة، حيث تسخر بثروات طبيعية هائلة ومواقع أثرية جميع. يعد الدخول التكويني حدثا هاما بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، كونه يصادف الدخول الاجتماعي والاقتصادي، ويأتي تكملة للدخولين المدرسي والجامعي باعتبارهما قطاعين تابعين للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين. ويأتي هذا الدخول بالذات في فترة تصادف أو تتصادف مع التحقيق ببيان السياسة العامة للحكومة، والذي سيتم عرضه على البرلمان بغرفتين عما قريب، ومن خلاله تقديم ما أنجزته الحكومة في شتى الميادين خلال سنة كاملة، ومن بينها ما يحقق على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي أوكلت له مهمة تحسين النتائج النوعية للمنظومة التربوية للتعليم التقني والتكوين المهني من أجل تكييفهما مع حاجات سوق العمل، وذلك من خلال اعتماد خطة عمل ذات 3 محاور ترتكز على تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والعلمي والتكنولوجي، وربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي، وأخيرا رقمنة كل جوانب القطاع وعلى كل المستويات المحلية الولائية والمركزية، لا سيما الجانب البيداغوجي بكل محاوله، بداية من محور الدورات، العروض والتسجيلات، إلى غاية تسجيل الشهادات، مرورا بتنظيم التكوين السيدات والسادة، في الختام أدعو عائلة متمنيا لكم جميعا النجاح والتوفيق والازدهار لجزائرنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.